بأن قطر تحكمها السيدة موزة وليس حمد. قطر بالكامل تحت حكم النساء، في الإمارة تحت حكم النساء، هذه حقيقة يعلمها الكل جيدا. يسكنها الشيطان للأسف الشديد بهذه القاعدة الأمريكية الكبيرة جدا. قطر في حكومتها الفاسدة هذه تبيح أولا جواز المحارم أن يتزوج الأب من بنته والعياذ بالله، وقلب الحق باطل والباطل حق، الذكر أنثى والأنثى ذكر. ومستشفيات قطر تشهد بكثير من الحالات التي سنوفيكم بها. اليوم يا سادة بعث الله سبحانه وتعالى على قطر كما بعث طيورا أبابيل من قبل. نعم. اليوم كل الشعب القطري يشاهد طيور بيضاء ناصعة البياض بحجم كف اليد منفردة، منقارها وردي، ذيلها الخلفي فيه خطين أسودين. فأبشروا أبشروا أيتها الحكومات الفاسدة بعذاب الله ونقمته كما أنذر المولى سبحانه وتعالى قوم لوط. مصطفى نوقف عند النقطة. شركات تكلمنا عن بريطانيا، تكلمنا عن فرنسا. يا ريت تتعاود النقطة الخاصة بقطر. الخاصة بقطر. طيب. لأن ممكن أنا قاطعتك شوية وعذرا على المقاطعة مصطفى حاضر. أولا تحدثنا عن المآسي والمهازل، تحدثنا عن الجحيم الأول الذي ضرب فلوريدا على الخط 17، ونبشر بعون الله بزلزال سيضرب على الخط الطولي 71 بعون الله، سيضرب قلب أمريكا في عاصمتها، وسيضرب أيضا الولايات الأخرى. نعم مديان. نشيدنا الوطني. الخونة في الحكومة القطرية إن كانت هناك حكومة. وعلى فكرة أنا أنبئ قطر بأن هناك دولة ستختفي من على وجه الأرض لأفعالها كقوم لوط تماما الذين أنظرهم الله سبحانه وتعالى. ستختفي قطر والتاريخ سيثبت ذلك. قطر التي تحكمها السيدة موزة ولا يحكمها حمد، وهذه حقيقة يعرفها كل الشعب القطري. قطر بالكامل تحت حكم النساء في الحكومة، أو تحت حكم أشباه الرجال في الحكومة. يسكن قطر الشيطان، جواز محارم، قلب الذكر أنثى والأنثى ذكر والعياذ بالله. اليوم يبعث الله سبحانه وتعالى إلى قطر طيور بيضاء ناصعة حجمها بحجم الكف وهي مفرودة، منقارها وردي، ذيلها الخلفي فيه خطين أسودين أو خطان أسودان. فأبشروا أيها الفاسدون في الحكومة القطرية بعذاب الله سبحانه وتعالى ونقمته كما أنذر الله سبحانه وتعالى قوم لوط ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. تركيا التي باعت الدين بالدين، بمعنى أن أردوغان الذي رمى الأوراق في وجه الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريز وصرخ في وجهه بأنك لا تعرف يا شيمعون بيريز إلا أن تقتل الأطفال في فلسطين، لا تعرف إلا أن تقضي على النساء الثكالى وعلى العجائز والأطفال في فلسطين، لا تعرف إلا إجادة الدم الفلسطيني، الدم الذي يتعلق بالبراءة وبالحقوقية وبالخيرية. كان دوما مناصرا لليبيا ويمدح القائد صباح مساء، والقائد لا يستحق إلى مدحه ولا يحتاج إليه. بعد زيارته للسعودية انقلب على فكره بالدين، بمعنى نحن نقول بعون الله نبشركم أيها الفاسدون في الحكومة التركية بزلزال يقسم تركيا نصفين، نصف حق ونصف باطل. وهذه حقائق تاريخية لوجستية، نتحدث عن علوم لا نتحدث عن روحانية إطلاقا، لأننا أهل دين ولأن القرآن حق. ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وما أخذته يا سيد الفاضل من أموال من السعودية وقطر التي غيرت موقفك لأنك بعت نفسك بالمال، ستدفعها بعون الله أضعافا مضاعفة بمئات المليارات من الدولارات لتصرفها بعون الله داخل تركيا عندما تصاب تركيا بزلزال يقسمها نصفين، نصف حق ونصف باطل. نعم مصطفى، خلينا ناخذ اتصال هاتفي من عبد المهيمن أبو